كان في حد بيسأل وكان بيفكر ان هو يعمل اي صفحة تتحذف في الويب سايت عنده، يعمل لها توجيه للصفحة الرئيسية مباشرة. وخلينا نتكلم على الموضوع ده وعلى الضرر الكبير اللي ممكن يحصل لما انت تعمل حاجة زي دي، رغم ان ده للأسف يعتبر من اكتر السلوكيات الشائعة ومن اكتر السلوكيات اللي في ناس بتعلمها الناس وبيبدأوا ينفذوها من غير ما يعرفوا. رقم واحد، ما ينفعش اي صفحة عندي اوجهها للرئيسية مباشرة. انا عندي حاجات مختلفة او HTTP status code، عندي حاجات زي 404 وعندي حاجات زي 410. وبالتالي لما تمسح منتج او تمسح صفحه من عندك لازم تكون عارف انت ليه من الاساس مسحها. فبعض الحالات ممكن تمسح صفحه ليها صفحه تانية ريليتد، او تحذف منتج وليه منتج تاني ريليتد، فهنا بيكون اكثر اولويه ان انت تعمل ريدايركت 301، لان في بعض الحالات ممكن يكون المنتج ده عامل اداء كويس في السيرب، فبالتالي تستفيد من اي ترافيك بيحصل عليه وتبدا توجه الناس دول على المنتجات التانية ريليتد ليه. وفي بعض الحالات بتمسح المنتجات بشكل مؤقت او بترجعها في المسوده او في الدرافت. وفي بعض الحالات التانية بتلاقي نفسك حذفت منتج اطلاقا وعاوز المنتج ده يكون 410 اللي هو محذوف بشكل نهائي. فبالتالي النوع ده من السلوكيات يفضل ان احنا ما نعملهوش، ويفضل ان احنا ندرس الاول هنستعمل اي طريقه من الطرق الاساسيه، سواء كنت هتعمل ريدايركت 301، سواء كنت هتعمل 404، او سواء كنت هتعمل 410. ولو عندك سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكثر من 15,000 عضو على ادفانسد ديجيتال ماركتنج كوميونتي.